أنا كنت فاكرة إن لما حياتي تترتب ساعتها هارتاح وأحس بالسلام اللي مستنياه من زمان، بس مع الوقت اكتشفت إن عمري ما هارتاح لو فضلت مستنية كل حاجة تبقى كاملة ومظبوطة 100%. تعالى أقولك شوية حاجات اتعلمتها وأنا بعمل أبسط روتين في يومي، حاجات تبدو شكلها بسيط بس غيرت تفكيري وخلتني أهدى شوية. يمكن حاجة واحدة منهم توصلك وتغيرلك يومك كله. وأنا بعمل فنجان القهوة ده بقيت أحب اللحظة دي جدًا، مش علشان القهوة بس، لكن علشان دي لحظة هدوء حقيقية وسط الزحمة اللي إحنا عايشينها. يعني إحنا محتاجين نفصل بأي حاجة. اللحظة دي باكون فيها مع نفسي كده من غير ضغط ومن غير تفكير كتير، بس دايمًا باسأل نفسي سؤال بسيط: هو أنا كويسة؟ هو أنا محتاجة إيه دلوقتي؟ وده خلّاني أفهم أول حاجة مهمة في حياتي، وهي إنِك مش لازم تستني الوقت المثالي علشان تبدئي. ما فيش حاجة اسمها وقت مناسب بنسبة 100%. لو فضلتِ مستنية الكمال هتفضلي واقفة مكانِك مش هتتحركي. ابدئي حتى لو مش جاهزة، حتى لو الدنيا حواليكِ لسه مش مترتبة وحاسة إن الدنيا متكركبة خالص، لإن الحركة نفسها بتعلمِك وتضبطِك مع الوقت. وكمان اتعلمت إن ما ينفعش أضغط على نفسي طول الوقت. يا جماعة إحنا اتعودنا نحمّل نفسنا فوق طاقتها، ونحس بالذنب لو قصّرنا في حاجة، بس الحقيقة إنِّك إنسانة، يعني مش إحنا مش آلات، مش م م مش ماشيين بremote control. طبيعي تتعبي، طبيعي يوم يبقى تقيل عليكِ، وطبيعي مش كل الأيام تبقى فيها نفس الطاقة والراحة. يا جماعة مش رفاهية ولا حاجة زيادة عن اللزوم، إحنا محتاجين الراحة في حياتنا، وده أقل حاجة بتاخديها وده حقِّك، وبدونها يعني من غير الراحة دي عمرِك ما هتقدري تكمّلي وأنتِ كويسة وتعملي حاجة تطلع حلوة. ومن أكتر الحاجات اللي بدأت أركّز عليها إني ألاحظ، يعني أركّز مع اللحظات الصغيّرة دي، الفنجان القهوة، ريحة الأكل، صوت المَيّة وأنا باغسل الحاجة، اللحظات اللي شكلها تبدو عادية دي، بس هي بتفصلني الصراحة عن التوتر وبتخلّيني أرجع لنفسي تاني، أفهم أنا إيه، أنا عايزة إيه، أنا محتاجة إيه. عشان كده بقيت أقول إن الحياة مش بس في الإنجازات الكبيرة، مش لازم تعملي حاجات كتيرة أوي علشان تبقى عندِك إنجازات، الحياة كمان في التفاصيل الصغيرة اللي بنعدّي عليها من غير ما نحس. وبعد كده فهمت حاجة مهمة جدًا، وهي إن المقارنة بتسرق منِّك كل حاجة حلوة بالحاجات الحلوة اللي في حياتنا بكل تفاصيلها. المقارنة لمّا تفضلي تقارني نفسِك باللي حواليكِ، ودي عندها وأنا ما عنديش، ودي مش عارفة إيه، ودي جابت وأنا ما جبتش، ودي طلعت وأنا ما طلعتش، بتسرق منِّك حياتِك. يعني أنتِ لمّا تفضلي تقارني نفسِك بكل حاجة حواليكِ، بكل الناس اللي حواليكِ، وإحنا يا جماعة إحنا درجات، يعني هو ربنا خلقنا كده، هو ربنا قال كده، إحنا رفعنا بعضكم فوق بعض درجات، يعني كل واحد فينا وليه درجته في الحياة، سواء درجته بقى الاجتماعية، المادية، التعليمية. فبطلي تقارني نفسِك بحد، لإن كل اللي على السوشيال ميديا برضه مش بيوريكِ الحقيقة كلها، بيوريكِ لحظة حلوة بس، ما بيوريكيش تعبها، ما بيوريكيش صراعاتها، مش بيوريكِ أيامه الصعبة. فأنتِ لمّا تقارني حياتِك الكاملة بلقطة واحدة متصورة من حد تاني، بتظلمي نفسِك من غير ما تحسي، أنتِ حرفيًا بتقضي على حياتِك، بتدخّلي نفسِك في دايرة تفكير ودايرة اكتئاب أنتِ في غنى عنها. أنا عايزاكم يا جماعة تفهموا إن أي تصوير بيتصور، إحنا يعني اللي بيصور ده بيحاول يظهر الحياة مثالية، وحياة بقى ما فيش زيها، وإن هو العيل اللي هو ما فيش منه، أو الست اللي ما فيش منها. لكن الحقيقة غير كده، كلنا شبه بعض في كل حاجة. حتى لو واحد غني وعنده فلوس الدنيا كلها هتلاقيه بيحس بضغط، بصراع، بأرق، بتعب نفسي. انتِ ممكن تكون يعني انتِ في راحة، يعني في راحة عنه كمان. فما تقارنيش نفسِك بأي حد، أي حد أيًا كان على السوشيال ميديا. وكمان اتعلمت حاجة يا جماعة، إن مش لازم كل حاجة تبقى إنجاز كبير عشان تحسي إن يومِك ليه قيمة. في أيام مجرد إنِك صحيتِ وكملتِ يومِك من غير مشاكل، من غير ما تقولي كلمة تضايقي بيها حد، من غير ما تتنرفزي، من غير ما يبقى ما تحسسي اللي قدامِك يعني بضيقتِك، أو مثلًا بتعبِك، وإن أنتِ رغم إن أنتِ تعبانة فما بتحسسيش اللي قدامِك بالتعب ده. ده في حد ذاته إنجاز كبير.
إن أنتِ تقي الناس شر لسانِك مثلًا أو شر غضبِك أو أنتِ تحاولي تتوازني نفسيًا في وسط الصراعات اللي إحنا فيها والضغوطات وضغوطات المعيشة وضغوطات الحياة، مجرد بس إن أنتِ تعدّي اليوم كده من غير ما تعملي مشكلة مع جوزِك أو من غير ما تزعقي في عيّل أو من غير ما تضربي عيّل، ده حد ذاته إنجاز، أنا باشوفه إنجاز، إن أنتِ تحافظي على سلامِك النفسي في اليوم ده بالنسبة لِك إنجاز. و و يوم تست مثلًا وبرضه أيام مجرد إنِّك ما وقعتيش في الضغط النفسي دوّة اللي باقول لِك عليه أو ما استسلمتيش لليأس ده، نجاح لوحده، مش لازم أعمل حاجات كتير عشان يبقى اليوم بتاعي منجز وجميل لأ، إحنا ممكن حفاظنا بس على نفسيتنا ونفسية اللي حوالينا ده أكبر إنجاز ممكن تعمليه في حياتِك، تمام؟ وعايزاكِ ما تستهينيش بنفسِك ولا بالمجهود اللي بتعمليه، حتى لو مش باين للناس، حتى لو الناس بتقول لِك أنتِ إيه اللي بتعمليه، أنتِ بتعملي إيه أصلًا في يومِك، إحنا كنا زيِّك بنهد بيوت، بنعمل مش عارفة إيه، ما تسمعيش للكلام الفاضي ده، كل زمن وليه ليه ظروفه وليه ناسه وليه طبيعته، وبقيت كمان أفهم إن اللي فات خلاص انتهى. مهما كان في مواقف وجعتِك أو كلمات أثّرت فيكِ بالسلب أو قرارات ندمتِ عليها، كلّه عدّى، وافتكري إن كل يوم نسخة جديدة منِّك، فبلاش تعيشي محبوسة في حاجة انتهت وخلصت، سيبيها في مكانها وكمّلي طريقِك لقدّام، ما تبصيش لورا. ولإنِّك كل ما تبُصّي لورا هتندمي، وده الشيطان اللي عايزه، عايزِك تندمي وعايزِك تفضلي قاعدة في الماضي، مش عايزِك تفكّري ببُكرة، في عباداتِك، في إزاي تكوني أحسن، في تطوّري من نَفْسِك سواء دينيًا يا جماعة، علميًا، تبحثي يعني تطوّري من نَفْسِك، تحاولي تكوني شخصية كويسة، ما تبقيش عصبية، الشيطان عايزِك عصبية دايمًا، لإن العصبية دي بتولِّد نار في البيت، حريقة، ففكرة إن أنتِ بس تقومي وتعملي وتحاولي تهدّي نفسِك وتصلّحي من أخطائِك ده حاجة كبيرة وإنجاز كبير، واتعلّمت كمان إني أتكلّم مع نفسي بلطف، ما أجلدش بقى في ذاتي وأقعد أعنِّف فيها، زي يعني زي ما بتكوني حنيّنة على حد بتحبيه خلّيكِ حنيّنة على نفسِك الأول، عشان تعرفي تكوني حنيّنة وبتحبي اللي حواليكِ. لإن أي كلمة بتقوليها لنفسِك بتفرق جدًا في يومِك أو في إحساسِك بالحياة أو بإحساسِك باليوم، فلو أنتِ قاسية على نفسِك طول الوقت عمرِك ما هتحسي بالراحة، ولا اللي حواليكِ هيحاولوا يريحوكِ، حتى لو كل حاجة حواليكِ تمام. وكمان من الحاجات اللي بدأت أفهمها إن مش كل الناس لازم تفهمِك أو تكون متوافقة معاكِ في الرأي أو في الكلام، ولا كل حد هيفهم مشاعرِك أو ظروفِك، وده طبيعي. المهم إنِّك تكوني فاهمة نَفْسِك كويس وعارفة أنتِ عايزة إيه وعارفة إن أنتِ كويسة، واثقة في كده، طالما أنتِ بتحاولي تكوني كويسة بس الناس شايفاكِ مش كويسة، ما طز في الناس، خليكِ أنتِ واثقة إن أنتِ بتحاولي تكوني كويسة وخلاص، ما تخلّيش أي كلمة تأثّر عليكِ، لإن هتلاقي ناس كتيرة بتعترض معاكِ وخلاص، يعني هي من غير سبب هي بتعترض معاكِ، هي أنتِ مجرد إن هي بتشوفِك بتعترض معاكِ. وعايزاكِ تبقي عارفة ومتصالحة مع اختياراتِك، ومهم جدًا كمان إنِّك ما ترتبطيش سعادتِك بحد، لإن أي حد في حياتِك ممكن ييجي ويمشي، لكن أنتِ الوحيدة اللي هتفضلي مع نفسِك طول العمر، فلازم تبني سعادتِك من جواكِ مش من حد تاني. وأنا باعمل الأكل أو باعمل أي حاجة في يومي كده وخصوصًا الأكل أو غسيل المواعين، بافكر قد إيه يا جماعة إحنا مستعجلين في كل حاجة في حياتنا، يعني عايزين نتايج بسرعة، وأنا أكتر واحدة على فكرة بابقى عايزة النتايج بسرعة. وعايزين التغيير بسرعة، بس الحياة مش كده، في حاجات محتاجة وقت علشان تنضج وتبقى أحسن، زي الأكل كده بالضبط، لو استعجلت عليه ممكن يبوظ، لكن لمّا تدّيه وقته بيطلع أحلى وأجمل. واتعلمت كمان إن لازم أدّي لنفسي مساحة، حتى لو 10 دقايق بس في اليوم، أقعد فيها مع نفسي من غير موبايل، من غير ضغط، من غير عيال، من غير أي حاجة، حتى لو هاقعد في أوضة كده لوحدي بعيد شوية أسيب العيال تلعب وأقعد في نفسي، بس أسمع نفسي أفكّر أنا عايزة إيه، أهدى شوية، أنا إيه، أنا مين، أنا إزاي، أنا إيه اللي حصل، ده بيفرق معايا جدًا في إحساسي بالراحة وفي يومي عمومًا، باحس إن أنا كده إيه تفهمي نفسِك، كل ما تفهمي نفسِك أكتر، كل ما تحسي إن أنتِ عايشة حياتِك كويسة، عارفة تتعاملي مع اللي حواليكِ، لكن طول ما أنتِ متشتتة كده وحاسة إن أنتِ آمم
مش فاهمة أنتِ عايزة إيه في الحياة أو إيه هدفِك أو إيه غايتِك. فاهماني؟ فهتسيبي لنفسِك كده إن أنتِ للدنيا وخلاص، هتلاقي نفسِك كده وقفتِ مرة واحدة أنا مش عايزة أكمّل، إيه الحياة دي، إيه ده، إيه الروتين ده، إيه الولاد دي، أنا إيه اللي جابني هنا، فاهماني؟ فمش كده، إحنا لازم نقعد مع نفسنا ونقف مع نفسنا كويس ونفهم إحنا عايزين إيه وإيه هدفنا وإيه قيمتنا في الحياة عشان نعرف نكمّل. وبقيت مؤمنة إن الرضا مش معناه إنِّك توقّفي طموح، لكن معناه إنِّك تعيشي اللي عندِك بسلام تام. وفي نفس الوقت تشتغلي على اللي عايزاه من غير جلد ذات ولا قسوة، وفي الآخر الحياة مش سباق، فاهماني؟ مش لازم أبقى أحسن من حد أو أعمل إنجازات أكتر من حد عشان أبقى كويسة، مش لازم توصلي قبل حد ولا تثبتي حاجة لحد ولا تحسي إنِك متأخرة. كل واحد ليه طريقته وليه وقته وليه حياته، انتي بس عيشي يومك بهدوء. كمان يا جماعة احنا كل واحد فينا ماشي في طريق مختلف تماما، حتى لو باين من بره إننا شبه بعض. وصدقيني اللحظة اللي انتي بتبطئي فيها وبتقفي كده ده مش ضعف، ده وعي إنِّك تبُصّي لحياتِك بهدوء، بدل ما تفضلي تجري وراها من غير ما تحسّي بيها. يمكن الحاجة اللي بتتعبِك مش الحياة نفسها، يمكن السرعة اللي عايشين بيها جوانا يا جماعة. إحنا عايشين سرعة ويعني ربنا يعافينا يعني. وخلّي عندِك يقين إن ما فيش حاجة بتتأخّر عليكِ، اللي مكتوب ليكِ هييجي لِك في وقته، لا بدري فيضيّعه ولا متأخّر يكسرِك، كلّه بييجي في التوقيت الصح ليكِ. وأنا باكمّل في يومي كده ما بين القهوة والأكل والهدوء البسيط اللي أنا باعمله لنفسي ده، بقيت أفهم إن الراحة مش مكان باروح له، الراحة إحساس باعمله جوايا. ممكن أكون وسط دوشة بس جوايا هادي جدًا، وممكن أكون لوحدي وبرضه مضغوطة وجوايا صراع. علشان كده بقيت أركّز أهدّي نفسي إزاي، بدل ما أستنى الظروف تهدّيني، أختار أبسط وأبطأ، أرحم أرحم بنفسي، يعني أكون رحيمة بنفسي. ولو في يوم يعني حسيتِ إنِّك تايهة أو مش عارفة أنتِ رايحة فين، ارجعي لنقطة بسيطة جدًا، اسألي نفسِك أنا محتاجة إيه دلوقتي؟ مش بُكرة ومش بعدين، أنا دلوقتي عايزة إيه؟ غالبًا هتكون الإجابة بسيطة جدًا، عايزة راحة، عايزة هدوء، عايزة أنام، عايزة آكل، أو حتى عايزة يعني أقول لنفسي كلام حلو، عايزة يعني حد يشكرني أو أشكر نفسي. ما تستنيش حد يشكرِك، وما تنسيش إنِّك مش مطالبة تثبتي لنفسِك لحد ولا حتى يعني مش عايزة يعني أنتِ مش مطالبة تثبتي إن أنتِ كويسة لحد، وحتى لنفسِك. مش لازم طول الوقت تثبتي لنفسِك إن أنتِ كويسة، أنتِ كفاية زي ما أنتِ، حتى وأنتِ بتتعبي، وأنتِ بتغلطي، حتى وأنتِ بتتعلمي. وفي وسط ده كله افتكري إن الحياة مش هدف واحد كبير نوصل له ونقف، الحياة هي الرحلة نفسها، هي اللحظات اللي بنعدي بيها، وهي وإحنا بنتغير واحدة واحدة من غير ما نحس. فخدي نفس وسيبي الضغط شوية واهدي وكملي يومك ببساطة، كأنك بتتعلمي وتعيشيه من جديد، تعلمي تعيشي يومك من جديد. ولو وصلت لحد هنا حابة أقولك حاجة من قلبي، خدي الدنيا ببساطة وارفقي بنفسك، ما تشيليش نفسك فوق طاقتها، وسيبي كل حاجة تيجي في وقتها. وما تنسيش تدعي لنفسك بحاجة حلوة النهاردة، وتكافئي نفسك على أي حاجة عملتيها. وما تنسيش كده آه لو وصلت لحد هنا وحسيت ان الكلام حلو، تضغطي لايك واشتركي في القناة لو ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اللي انا هنزله. وقوليلي عجبك الفيديو أكمّل بنفس الطريقة والّا ممكن أغيّر حاجة معيّنة في طريقة الكلام، في طريقة قولي لي لو حبيتِ المحتوى دوّة ممكن نكمّل فيه مع بعض. وما تنسيش بقى اللايك عشان نرفع الفيديو والكل يستفيد من الفيديو، من كلام الفيديو لو كان محفّز وإن شاء الله يكون محفّز ليكِ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.